السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في قناتي لمسة بركة. النهاردة هنفصل شوية بقى من الخضار والتفريزات، راحة كده، وبعد كده نرجع تاني إن شاء الله. وبعدين الراحة بتاعتنا ديت هنعملها لكل مثل أصل وفصل. يعني حكايته إيه وليه ظهر المثل ده؟ أمثال شعبية مصرية قديمة، وهنشوف قصة كل مثل هقوله إن شاء الله في فيديو. بس قبل ما أقول قصة المثل ده، إحنا دافنينه سوا. هنصلي على سيدنا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبعد كده هنخش نشوف القصة إحنا دافنينه سوا دي إيه. يلا بينا نشوف القصة، يلا بينا. بسم الله. كان يا مكان اتنين صحاب، وشغلهم مع بعض وقعدهم مع بعض، ومعاهم حمارهم كانوا مسمينه صابر. صابر كان شايل عنهم كتير. مسكين صابر تعب من كتر الشيل والحط لحد ما توفى. واصحابه حزنوا قوي عليه، لانه كان شايل عنهم حاجات كتيرة وشايل عنهم حمولة كبيرة. ففكروا وحفروا فحرة كبيرة ودفنوا صابر إكراما ليه، الحمار طبعا. وقعدوا جنب الحفرة زعلانين جدا جدا على الحمار بتاعهم، لأن كان شايل عنهم حمولات كتيرة صراحة، وكانوا بيشتغلوا بيه. قعدوا يبكوا ويعيطوا كتير، وكل ما حد يعدي يشوفهم بيبكوا يقولوا له احنا بنعيط علشان صابر مات، صابر الحمار مات، هنعمل ايه دلوقتي؟ وفضلوا يبكوا كتير. بعد كده الناس تعاطفت معاهم، وكل ما حد يعدي يدوهم فلوس. كل ما حد يعدي عليهم ويلاقوهم بيبكوا يدولهم فلوس. أصبح معاهم فلوس كتير. بصوا لبعض وقالوا واحنا بنعيط عشان صابر الحمار، ولا الفلوس اللي معانا اللي الناس بتديها لنا كترت؟ فرحوا جدا جدا. طلعت في دماغهم فكرة، وبرضو قعدوا يستمروا ويبكوا وياخدوا فلوس أكتر. وقعدوا يعيطوا أكتر وأكتر عشان الفلوس كترت معاهم، والناس يصعبوا على الناس وياخدوا الفلوس. جات لهم فكرة أغرب من الخيال. بدل ما يقعدوا يعيطوا على الحمار، فكروا إن هم يعملوا مقام ليه، ويسموه مقام الشيخ صابر، ويلموا فلوس أكبر. وفعلا عملوا المقام وسموه مقام الشيخ صابر، وأصبح عندهم مصدر رزق أكبر. الشيخ صابر طبعا مقام الشيخ صابر. وقعدوا يستقبلوا الزوار، وكل زائر يديهم فلوس. أصبح معاهم فلوس أكتر وأكتر وأكتر، وهم مبسوطين قوي. وأصل الشيخ حمار. بعد كده اختلفوا زي أي اتنين الفلوس دخلت بينهم بعد مشروعهم ما كبر ونجح. فاختلفوا، ودي ودي الحياة ودي الدنيا، ان يختلفوا الفلوس، عشان طبعا هم اصلا على باطل. واتخانقوا مع بعض. في واحد من الصحاب قال هشتكيك للشيخ صابر. التاني ضحك 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 وقال انت ناسي؟ انت الشيخ صابر ده مين؟ ده احنا دافنينه سوا. الشيخ صابر ده حمار، واحنا اللي دافنينه واحنا اللي عاملينه. وادي اصل قصة احنا دافنينه سوا، مثل شعبي، وهو طلع واحنا بنقوله وكناش عارفين قصته. وادي قصته، احنا دافنينه سوا. من هنا جه المثل يا جماعة. يا رب يكون المثل عجبكم والقصة عجبتكم. ودي نهاية المثل. قناتي لمسة بركة، متنسوش من لايك والشير وتفعيل الجرس وكومنت حلو جدا منكم كده. وشكرا جدا لكم. ويا رب تكون عرفتكم معلومة. وإن شاء الله في أمثال كتيرة جاية، ولكل مثل حكاية وقصة. وأقول له كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.